كن كالمطر واحمل بنفسك منفعا، من للفقير وللقلوب الموجعة. ابدأ فأنت الثلة المتواضعة، ولا أنت نبراس النفوس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأفاضل، نعود إليكم في الحلقة الثانية من برنامج تحت المجهر الذي يعالج الكثير من القضايا باستضافة شخصيات مؤثرة في جميع المجالات. اليوم اخترنا لكم شخصية محبوبة في المجتمع الغرداوي وبالتحديد في الأعمال الخيرية. هو شخصية غنية عن التعريف، صديقي بوسماحة. ومن لا يعرف صديقي بوسماحة رئيس جمعية الشفاء الطبية. شكرا جزيلا زميلي طالب أحمد الشيخ على هذه الاستضافة، نشكرك ونحن فخورين بك أيضا وبأعمالك وبأمثالك أيضا. مرحبا بكم في مقر جمعية الشفاء الطبية. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومقاما. إذن سيد بوسماحة صديقي، ماذا لو تعرفنا عن شخصيتك في البداية وأيضا بداياتك في العمل الخيري على مستوى ولاية غرداية وبلدية مثيل شانبة بالتحديد؟ بوسماحة صديقي من مواليد 16 ماي 1996. الحقيقة أنه المجال الخيري أو النبذة على الخير تبدأ في أي شخص من الطفولة، يعني حسب المنبت تاعه، لأنه أنا كابر كما نقول في زاوية، يعني في مقر الزاوية، وبالتالي منذ الطفولة تنبت فيك بعض الصفات اللي تخليك أنك تستمر في المجال الخيري لما تكبر. وبالتالي بروز اسم بوسماحة صديقي على الساحة المحلية لبلدية مثيل شانبة كان ما بين في سنة 2019 سنة 2016-2017 قبل البروز، يعني كان حوايج قبل البروز شخصية هذه الساحة على مستوى بلدية مثيلي. كان عندي محل للأخت المرحومة، ربي يرحمها ويبارك فيها إن شاء الله، أو يبارك في ذريتها إن شاء الله، هنا في وسط المدينة. بالتالي المحل هذا كان متخصص في المكملات الغذائية والزيوت الطبيعية، يعني بدأت بعض الحالات المرضية تجينا للمحل، وبالتالي يعني هذاك الروتين تاع اليومي نهار كان يعني أني تجي يعني تطلب مساعدة. كما تعرفون مدينة مثليلي مدينة يعني كما نقولوا متكاملة، يعني أي واحد يعرف، يعني كما نقولوا قرية صغيرة أي حاجة تصرى يعلمها الجميع. وبالتالي جاتنا بعض الحالات في ذاك الوقت، كانت المرحومة حية، وقدرنا الحمد لله أن كانت عندنا صفحة على مستوى اللي هي هذه الصفحة تاعي على مستوى الصفحة الإعلامية اللي نوجه التحية للمتابعين تاعي على مستواها. فتحت هذاك الوقت يعني بطلب من أخت مرحومة الله يرحمها إن شاء الله، نشرنا فيها، يعني كانت هي كشغل كإشهار للمحل، وأيضا كنا ننشر بعض الحالات المرضية. بالتالي شحال من يعني اللي نقدروا نعاونوه عن طريقنا نحن، واللي ما قدرناش نعاونوه أنه ننشروا يعني عن طريق الصفحة. وبالتالي جات الفكرة هذه، استمرت. توفت المرحومة في 22 ديسمبر 2017، ربي يرحمها إن شاء الله. أنا قررت أنه هذه الصفحة نخليها ما نسكرهاش، يعني تقعد صدقة جارية. وبالتالي زدت لها بعض الإضافات كما تشييع الجنائز وأيضا قال تشييع الجنائز، العادات والتقاليد، الأخبار المهمة يعني اللي تهم المجتمع احنا عندنا. واستمرت الحمد لله حاليا في أكثر من 93 ألف متابع. هذا بالنسبة يعني الفكرة اللي وصلتني أني الخير بصفة عامة، ومن بعد نحكوا على الفكرة تاع جمعية الشفاء الطبية بالذات إن شاء الله. إذن في خضم حديثنا عن الأعمال الخيرية والاجتماعية ومساهماتكم أنتم كجمعية، كيف بدأت فكرة إنشاء جمعية مختصة في الأمور الطبية والحالات المرضية السيد بوسماحة صديقي؟ وهل ترى أن هذه الخطوة ساهمت بشكل كبير في تخفيف العبء على بعض الحالات صعبة الوضعية الاجتماعية لها؟
بالنسبة لجمعية الشفاء وكيفية تأسيسها، جمعية الشفاء الطبية وكيفية تأسيسها، الحقيقة أنه كان عندنا نخبة من الشباب يدرسون في الفكرة تاعها الأولية كانت مشروع الأدوية، يعني كانوا يدرسوا في مجال بائع صيدلي، وبالتالي جاتهم هذه الفكرة أنه نوجه لهم تحية الأعضاء المؤسسين تاعنا، جاتهم فكرة أنه يأسسوا جمعية يجمعوا فيها الأدوية ويتريوهم، يعني يعالجوهم ويقدموهم للناس المحتاجة التي لم تأتي. وبالتالي اقترح علي أنذاك زميل اللي هو صديقي عبد الباسط أنذاك أنه نكون عضو في هذه الجمعية. أنا بطبيعتي أني كي ندخل في محل يعني ولا في أي ميدان لازم نقدم الإضافة، باش ندخل في بلاصة أني ما نقدمش إضافة ما ندخلش خير. هذا هو المبدأ تاع جمعية الشفاء الطبية، وبالتالي أسسناها في التأسيس تاعها الفعلي كان في أفريل 2019. جمعية الشفاء الطبية كان المقر تاعها في دار السبيل حي البرارك، وبدينا باشرنا نشاطات بدون مقر ونشاطات خفيفة كما نقولوا، وبدينا نطوروا في المشروع شوي شوي شوي. كانت الرئيسة تاعها أنذاك المرحومة بالشقاق فاطمة الزهراء اللي فقدناها أيضا في 22 ديسمبر رحمة الله تعالى قبل سنة من الآن، سنة 2024 فقدنا الرئيسة. هي كانت رئيسة قبلي، وبعد ذلك كي شديت أنا رئيس بعدها العودة الزوجة كانت هي الأمينة العامة للجمعية، بالتالي فقدناها. واحدة من المؤسسين اللي نطلب من المتابعين أيضا يدعو لها هي بالرحمة نفس الاسم، يعني زهراء. المرحومة أختي كان اسمها سهرة، وسبحان الله صدف والمرحومة تاني بالشقاق فاطمة الزهراء اسمها زهرة أيضا، وماتوا في نفس اليوم وفي نفس المستشفى. سبحان الله العظيم، بين الصدف الغريبة في حياتي. هذا زادني كيما نقولوا اني نستمر، عطاني دفعه وقت اخرى في الوفاه تاع اختي، وعطاني دفعه باش نكمل في الصفحه هذه. وكي زادت مات ثاني المرحومه، راك عارف اي واحد يدخل في عمل يعني يتعب، احيانا تقرر انك احيانا تخمم انك لازم تلقى بديل، يعني شخص اللي يكمل هذه المسير، يعني انك تقدمت له، وبالتالي كي يجيك ظرف وموقف كما هكا ما يزيدك الا اصرار باش تستمر. في قضيه جمعيه الشفاء الطبيه قلنا انه من 2019 20 21 22 كانت النشاط تاعها على مستوى، يعني درنا قوافل طبيه، رحنا كما البريزينا، رحنا المنصوره، دينا لهم طباء. عندنا هذه المشاريع يعني الخارجه عن دوك نحكوا على مقر الجمعيه واش يقدم البلديه مثل الشعبه وولايه غردايه بصفه عامه. بالنسبه للنشاطات الخارجه عن المقر، يعني مقرها وقدم في خدمات، ودرك من خلال هذا اللقاء راح يعني حتى الناس تعرف تزيد تعاوننا شويه في الابلاغ تاع هاد الناس، وايضا في قضيه ابلاغ المحسنين. دوك نجيو ايطاب بار ايطاب، يعني خطوه بخطوه. بالنسبه للنشاطات الخارجه نحكي على قوافل، نخرجوا مثلا البلديات المجاوره، طريق بريزينا مثلا، طريق الوطني رقم 107 بريزينا متليلي. ايضا خرجنا المنصوره سبسب على مر السنوات هذه. قدمنا ايضا كما في مشروع يعني فريد من نوعه، جربناه في سنه 2021 ونجح. هو مشروع افطار مرافق للمرضى من الاماكن البعيده والحالات الخاصه في البيوت بالنسبه لرمضان. كي لقينا عنده نجاح استمرينا فيه. يعني واحد جاي من بعيد مثلا، من حتى اللي جاي من القمقومه باش يشقى يجيب المرافق تاع المريض كل يوم الافطار والسحور وكذا، احنا سهلنا هذا الفعل. وكاين ناس، حتى كاين ناس من القراره من البوليده جاونا هنا المستشفى، كي وصلوا له نهار العيد يتكلم قال بارك الله فيك، يعني يدي نظره جيده على متليلي. هذا من اهم المشاريع تاعنا في شهر رمضان. وعندنا ايضا المشاريع تاع التبرع بالدم، زيارات المرضى، ايضا المرافقه تاعهم اكثر من مره عنده مريض. ايضا بالنسبه للدخول المدرسي، الحملات التحسيسيه، اكتوبر الوردي بالنسبه يعني حملات التحسيس هذه اللي نديروها. درنا ثاني ايضا كما في الدخول المدرسي وزعنا الادوات المدرسيه على الحالات تاعنا. نفس الشيء بالنسبه للقفف تاع رمضان، يعني بحدود استطاعتنا. بالنسبه نحكوا درك اهم حاجه بالنسبه لجمعيه الشفاء الطبيه، يعني هاني انا رئيس تاعها من 2022 لغايه الان. وانا داخلين في العهده الزوجه بعد وفاه المرحومه، جددنا المكتب.
اهم حاجه اللي نحب نوجهها تاني للناس هادو يعني الاعلام، وراني اكثر من مره نعاود نوجهها. مقرنا هنا يفتح السبت والاربعاء، كثر خير المحسن نوجه له تحيه ايضا، الله يعطينا هذا المقر رانا دايرين فيه. هنا عندنا مقر تاع الادويه، خلف الستار كاين ادويه تاع السبيل، كاين جدار مسرجي نقدموا ادويه يعني اللي ما عنده مشكل في البطاقه ولا يجينا السبت والاربعاء من 8 ل 12. وايضا حتى اللي يحب يحط الدواء يجي في نفس التاريخ. وكيولي كيما نقولوا كيولي عندنا مريض مستعجل هم يبعثوا في الصفحه ولا يعيطوا في رقم الهاتف، نجو نفتحوا له. كيما اليوم راني داي الدواء الواحد نفتحوا له ندوا له. هذه بالنسبه للادويه اهم حاجه اللي تاسست عليها الجمعيه. بالنسبه للشابيتر الزوج، وهو مشروع استضيف مريضا في عيادتك. يعني احنا عقدنا اتفاقيات مع 41 عياده خاصه على مستوى ولايه غردايه عامه. وهذا في اطار هذه الاتفاقيه مضمونها انه الطبيب يفوتنا مريض واحد في الشهر عن طريق وصل من الجمعيه. كيولي مريض ما في حالوش نكتبوا اسم المريض ونكاشوا فيه. ونوجه ايضا تحيه شكر وتقدير لهذا الاطباء اللي مشاو معنا، يديها في انفلوب يدخل عند الطبيب ما يخلص ثمن العلاج. والاحصائيات عندنا هنا اكثر من يعني ها كما مثلا مشروع استضيف مريضا في هذا فيه اكثر من 2023 بدينا، يعني كي نجمعوا المجموع اكثر من ما بين السنوات الثلاث اكثر من 400 مريض استفاد من هذا المشروع. الحمد لله هو مستمر. بالنسبه للمشاريع الاخرى كما الادويه، عندنا الحفاضات كبار السن نوجهوا ايضا كبار السن. عندنا اكثر من 112 العدد بالضبط، اكثر من 112 مريض مسجل يعني يدي يستفيد من الحفاضات كبار السن كي تولي كاينه. احنا ما عندناش مصدر دخل باين لهذه الاخرى، بالتالي نطلبوا من المحسنين انهم يساهموا في قضيه الحفاضات، لانهم يدوا. وكانت تطالع على سجل الاستفادات تاع الحفاضات راه فايت 400 ولا 500 مريض من اللي ديمارين يدي مريض في الشهر دايرين لهم ثاني خاص شغل طريقه الاستفاده. بالنسبه هذه نحكي راني دخلت درك في المقر تاعنا واش يقدم في اضافات لهذه البلده والمرضى تاعنا. الاستقبال تاع الملفات الطبيه، نحكوا على الاستقبال تاع الملفات الطبيه. هاك تشوف هذه ملفات قيد الدراسه جات هذا الاسبوع فقط، يعني ملفات عمليات جراحيه. وبالتالي احنا كي جونا هنا يعني كي تحتاج حاجه انك تدخل جراحي ولا يعني عن طريق معارفنا انه ندخلوا وكي تولي جانب مادي دائما نعاونوا في حدود استطاعتنا وفي حدود المحسنين وشطام. يعني انا ننصح ونعاود نوجه نداء ايضا انه الناس يهتموا بالجانب المريض. يعني مثل لي هنا ما عندناش عيادات خاصه، ما عندناش يعني طب عيون، ما عندناش طب قلب، ما عندناش ايرام. اكثر من مريض فقدناه في الطريق ظهرت حالته ما بين مثل لي وغردايه شاقي الواحات باش يدير ايرام، فحص ايرام. وبالتالي عملية قسطرة القلب أيضا، عملية قسطرة على مستوى الجنوب ما كانش كاع. بالتالي كاين حوايج أقل من قسطرة القلب. نحكوا على عندنا احنا أكثر من منشور حطيته على مستوى صفحات الفيسبوك، ونطلب من المقاولين على مستوى ولاية غردايه أو رجال الأعمال أنه يفتحوا لنا عيادات خاصة. لما لا؟ فيها الدراهم فيها كل شيء، ونعاونوهم حتى احنا نعاونوهم. يعني انا ماذا بيا المريض كي يخرج من السبيطار مثلي مثلا راح يدير فيه فحص اشعه ما يروحش يتخبخب الغردايه ويرجع. هذا راه كلش مش في مصلحه المريض صراحه. نعم. وعاود ترجع ثاني كي يولي عندنا هنا قدر حتى الطبيب هذا يشقى له كما نقولوا حتى يعني المستشفى. هذه بصفه عامه انه نوجه نداء انه يلتفوا حول الحالات المرضيه، لان كثرت. واحصائيات اللي عندنا هنا خاصه المرض الخبيث راه احصائيات غير مسبوقه صراحه بالنسبه للحالات اللي نسجلوا فيها بالنسبه للمرض الخبيث. والناس هذه راهو الكل حصه تاع ما عندناش هنا فرع علاج كيميائي هنا في متيلي. نتمنى ان شاء الله يكون مستقبلا يروحوا الغردايه. وراكم على بالكم كاين تراسمو ما قبل وكاين بعد، كاين سكانر بعد. وهاد الناس منين يجي يعني حتى هو اللي يعني شهريته دخل ضعيف مش راح يغطي العلاج، راح يجيك اوبليجي يجيك. انا كيجيني اغلب اللي يجونا هنا الحالات نهار الاستقبال كي نطالعوا على سجل الاستقبال تلقاه ايرام عمليه جراحيه
هادو احنا منين نعاونهم لو كان ما يلتفوش حولنا المحسنين. يعني احنا رانا نعاونوا، كاين كيما نقولوا سجل الاعانات هاو كاين ماركو كل شيء، يعني كلش بالديتاي شحال مدينا للمريض وكل شيء، لكن لا يكفي الخلق الا الخالق. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يقول إن فاتك خير فأدركه وإن أدركته فأسبق. يعني نطلبوا من المحسنين هادو راه كاين وين يخرجوا دراهم، كاين راني نشوف انا باللي دراهم كبار راهم يخرجوا في غير محلهم. ماذا بينا لو كان يلتفوا بالمريض، لانه حاجه من اهم قطاع الصحه راه محتاج لدعمكم، والمرضى محتاجين دعم. هذه بصفه يسمى. وكاين مشاريع ايضا يقدمها بالنسبه للمقر تاعنا، الماتريال ميديكال، يعني كما نقولوا الأجهزة الطبية، السرير الطبي والبيكيات العصا والأجهزة الأكسجين وكل شيء. كاين مقر في شعب السيد الشيخ أنا حاطين يعني على شكل إعارة، هاو يمشي ثاني المشروع، يتصلوا بالهاتف ونسلفهم وكل شيء. وكاين أيضا الألبسة المستعملة في نفس المقر، راهم يلقوا التفاصيل تاعو على مستوى الصفحة إن شاء الله. السيد بوسماحة صديقي، وأنت تحدثنا عن الأعمال الخيرية يعني تداعياتها، ولو أن المواقف يعني في الأعمال الخيرية وفي الحالات التي تستقبلونها كثيرة وكثيرة جدا، وربما هنالك من يرحلون وحتى تبقى آثارهم في هذه الحياة. سيد بوسماحة صديقي، ماذا لو تحدثنا عن أحد المواقف التي ربما كان لها الأثر الكبير في حياتك في العمل الخيري، وأيضا في ختام الحصة أن تحدثنا أيضا عن ما تتمناه يعني كأفاق للعمل الخيري على مستوى ولاية غرداية وبلدية متليلي بالتحديد. بالنسبة للمواقف هي لا تعد ولا تحصى صراحة، أنه اللي يدخل هذا المجال على باله واش راني نحكي. يعني كي يدخل أهم حاجة في العمل الجمعوي والعمل الخيري، أنه كاينة حاجة مهمة جدا لما تخلص العمل، يعني تخلص النية لله تعالى فقط، تكونش نوايا يعني أنك تخلص نية العمل تاعك لله تعالى، سواء حبيت تدير الخير جهرا أو سرا. أنه وأنفقوا سرا وعلانية، الإنفاق يكون سرا وعلانية، مش يعني هو الأحسن يكون سر، ولكن الأعمال الخيرية كما احنا كجمعيات ولا كحركة مجتمع مدني، أنك لازم توري للناس هذه وراها تروح. يعني مثلا واحد يمدلك حاجة لازم توري له وراها تروح إعلاميا. وكان نحبسوا الإعلام مثلا، رغم أنه نشاطنا الإعلامي شوية يعني مش ننشطوا ياسر بصح كخدمات المقر ماناش مثلا، ولكن كاين حوايج لازم تنشرها باش تشوف الناس. وكاين مشروع كما مشروع اللي درناه تاع اطعام مرافقي للمرضى مثلا، راح يشوفوه في ولايات اخرى قادرين يديروا، ونكونوا سبب انه لما لا في تفعيله في عده ولايات، وراح ينفع العام والخاص. هذا كي تولي الاخلاص يعني اخلاص النيه لله تعالى، راح كل شيء راح يسهل باذن الله تعالى. بالنسبه للمواقف قلت اني لا تعد ولا تحصى، ومن بين مثلا المواقف اللي صارت لنا احنا انه يوصل لمريض مثلا، او اللي اغلبهم هذو اللي نحكي عليهم راهم ندعو لهم بالرحمه ان شاء الله. كاين اللي وصاتنا على اني توصيك على بنتها مثلا، تقول لك بنتي فلانه الا مت مثلا صغيره بحال في الله، تقول لك الا مت ما تنسوهاش، بالك خوتها بالمعنى واحد الشعور راه كي توصل لدرجه انه مثلا انه المريض انه يدير فيك ثقه انك يوصيك على الذريه تاعو. يعني هذا اولا مصدر فخر، وفي نفس الوقت انك راح يزيدك عزيمه باش تزيد تستمر وتعاون وتزيد ايضا تخلص العمل لله تعالى. بالنسبه للمواقف اخرى مثلا كما كان موقف مشابه وهو محير ومشابه صار لي في قضيه وفاه الزهرتين. يعني عندي زهرتين في حياتي توفى، زهره اختي ربي يرحمها، والزهره بالشقاق الامينه العامه تاع من اصعب المواقف اللي صراو لي في حياتي. نحكي تقريبا يعني قلت لك نفس التاريخ توفى، ونفس المستشفى ونفس الاسم ونفس هذه كل من صدف. وايضا كاين حاجه تشابه فيها، واللي هي انه كنت مثلا كما نحكي على اختي الله يرحمها، انه كنت عندها في المساء تاع الخميس، هي توفت بالجمعه، كنت عندها في المساء ودرت معها كل شيء. لما انا راقد 5 تاع الصباح
يتصل الهاتف، يتصل برقم أختي، نعم. يعني برقم أختي المرحومة. أنا كي نوض من الرقاد، يعني مازال ما صليناش الفجر أنا ذاك، نهز وإذا بأختي اللي معاها في الغرفة تبكي وتعيط وكذا، أختي توفات. يعني أنا كنت أني كي نهز في التليفون مش متوقع الخبر تاعني، خليتها لاباس عليه البارح ما شاء الله، كان وجهها منور يعني كصدمة أني أول واحد يتلقى اتصال، وفي نفس الوقت رقم الهاتف تاعها يتكرر نفس الموقف بعد عدة سنوات مع الزهراء بالشقاق. نعم. كنت قبل يعني يومين أو يوم من هضرت معها في الهاتف وقالت لي عندي أمانة باش تجيني السبت ولا الأحد، جي بقى نمدها بقاتك تخرجها، ربي يرحمها على كل حال، اذكروا محاسن موتاكم. قلت لها إن شاء الله بحول المولى عز وجل راني نجيك، إلا ما جيتك السبت نجيك الأحد إن شاء الله. أنا داير حساب باش إن شاء الله الأحد نروح المستشفى. وإذا به الأخ تاعها راح من المتابعين ربي يرحمها إن شاء الله يتصل بيا برقمها. يعني أنا كنت كي هزيت التليفون متوقع باللي هي راح تحسن باش نقول أنا جاي يعني كان. وإذا به نتلقى ثاني قال لي المرحومة دايما الله في ملكها بحال نفس. شوف هذا الموقف أثر فيا بزاف، هذه المواقف، وهذه من بين أهم المواقف يعني اللي خلتنا أنه نستمر في هذا الحد الآن. وبالنسبة قلت لي إحنا شوف إحنا ندعو خاصة العمل الجمعوي راه زين وشينيت، يعني مش نقول لكم قاع الجمعيات راها تخدم ولا قاع الآخر راها تخدم، يعني كاين يدخله بعض التشوه، ولكن اللي حب يدخل العمل الجمعوي ما يديش الصورة شيء، يعني يخلص النية لله تعالى ويشوف البذرة تاع انت يعني واش زرعت تلقى. نطلب من الشباب اللي راه طالع يخلصوا العمل والنية ويشدوا المشعل، يشدوا يعني إذا كان كملنا احنا وحدنا نكملوا يجي الوقت ونحبسوا. يعني الواحد راه يعني مستقبل راح عنده ارتباطات، وعنده كل ما زادت الارتباطات كل ما قل معاونتك لهاد الناس. يعني احنا ماذا بينا يجوا جيل راونا يشدوا المشعل ويطلعوا في هذا وما يخلوش هاد المرضى وحدهم. وهذه هي ان شاء الله ربي يجيب الخير لهذه البلاد ونشوفوها احسن واحسن بعياداتها والمرضى تاعها. بالعكس احنا بكري كان يضرب بينا المثل في مثيلي، ان شاء الله لما لا تولي احسن واحسن على ما جاي، خاصه في المجال الصحي. في ختام برنامجنا وحصه تحت المجهر نشكر السيد بسمحة صديقي على رحابة صدره وعلى كل ما أفدت به اليوم وأجدت. والعمل الخيري بحر نتمنى أن يغوص الجميع فيه بإخلاص النية لله عز وجل. سيد بسمحة صديقي رئيس جمعية الشفاء، كنت المثل ونتمنى لك أن تستمر في ذلك. مشاهدينا الأفاضل، مع سينقول في نهاية حلقتنا إلا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.